مصمم أزياء مشهور بيتورط مع صديق عمره في سر كبير. يا ترى هيخون صديقه ولا هيكون وافي ليه؟ وخصوصا لما بيدخل الحب في الموضوع. ده اللي هنشوفه في ملخصنا النهاردة، واللي ما شافش الجزء اللي فات هيلاقيه في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بفلاش باك لما كان بيامي مع ديمتري وباباه وهما صغيرين، وكانوا رايحين يحضروا ولادة الفرسة. واللي بيقول أبو ديمتري لبيامي إن المهرة دي هتكون بتاعة ديمتري وهو اللي هيرعاها. لما بيوصلوا وبيشوف ديمتري المنظر ما بيقدرش يتحمل وبيمشي لأنه خايف. بعد شوية بيروح بيامي لديمتري وبيقوله إن الفرسة خلاص ولدت، وإنه كان خايف برضه لما شاف حاجة زي دي أول مرة في بلده. لكن ديمتري بينكر إن هو خايف وبيبرر موقفه بإنه كان قرفان مش أكتر. فما بيرضاش بيامي يحرجه، وبياخده وبيروحوا يشوفوا المهرة الصغيرة وبيكونوا فرحانين بيها وبشكلها قوي. بيتناقشوا مع بعض في الاسم اللي هيختاروا ديمتري، لكن أبوه بيتدخل وبيقاطعهم وبيقول إن ديمتري مش هيسميها علشان هو جبان، وبيامي هو اللي هيسميها علشان هو شجاع ويستحق إن المهرة تكون ليه. وبيبان على ديمتري إن هو غار واتضايق وبيمشي وبيسيبهم. بيكونوا قاعدين كلهم بيفطروا في الجنينة، وبيتكلم أبو ديمتري مع بيامي وبيعرفوا إن هو كلم جده علشان ينقله المهرة قارس، بس لما تكبر علشان هي لسه صغيرة. وفي اللحظة دي بيدخل واحد يقول لهم إن المهرة اختفت، ولما بيروحوا فعلا ما بيلاقوهاش. وبيبقى الراجل هيتجنن ومش فاهم إزاي مهرة صغيرة تسيب أمها وتمشي. ساعتها ديمتري بيعمل نفسه ما يعرفش حاجة، لكن بيامي بيكون عارف إن العملة دي عملة ديمتري. بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف بيامي وهو واقف مع فيروز، بيقول لها إن هي أسفت وهو مصدوم ومش فاهم حاجة. بيسألها هي هنا ليه. بتكون مصدومة وخايفة وبتعيط وبتحاول تبرر له إنها اضطرت لده لأنها مش عايزة تتجوز ديمتري، ومحدش عارف هو كان بيعاملها إزاي. بيتعصب بيامي لأنها سابت الدنيا كلها وجت استخبت في بيته، وهو مش عارف يعمل إيه مع صديقه. وبيطلب منه مصطفى ما يزعقلهاش، فبيسيبهم وبيمشي. لكن أسفت بتجري وراه وبتترجاه يسمعها وإنها تشرح له كل حاجة. لكنه بيكون متعصب ومش بيفكر في حاجة غير رد فعل ديمتري لما يعرف إن حب حياته هنا في بيته. وبتطلع أوزدين تبلغه إن ديمتري تحت. بتسأله أسفت إذا كان هيقول لديمتري إنها هنا ولا لأ، لكنه ما بيردش عليها وما بيديهاش إجابة لأسئلتها. وبيكون ديمتري قاعد وبيلاقي سوزي جت وبتسأل على بيامي، وبتطلع له وهي مستعجلة وبتلاقيه نازل، فبتقوله إن هما لازم يتكلموا ضروري، لكنه بيقول لها مش وقته. بتروح وراه وبتقوله إن الموضوع متعلق بفيروز وإن الدار ما تعرفهاش، وهي جاية تحذره لأنهم انخدعوا فيها. فهو بيزعق فيها أكتر لأنه متوتر دلوقتي. وبيكون ديمتري سامع اللي بيحصل، فبيدخل ويقول لبيامي مين اللي خدعه. وبيفضلوا ساكتين، وبيفكر ديمتري إن بيامي في بنت خدعته ووقعته في حبها، وبيقولوا إن هو بيحب وهو مخبي عليهم. فبينكر بيامي كلامه وبيقولوا إن دي مجرد واحدة شغالة في المشغل، وإنها مجرد مشكلة صغيرة وهتتحل. وبياخدوا وبينزلوا علشان وراهم ميعاد مهم. بيقف ديمتري يسلم على جدة بيامي، وبيشوف الأنسيال بتاع أسفت واقع على السلم عندهم. بيروح ياخده وبيستغرب ايه اللي جابه هنا. فبيعمل بيامي نفسه ما يعرفش هو ايه ده اصلا، لحد ما بيقول لهم ديمتري ان ده الانسيال بتاع عروسته. بيحتوي بيامي الموقف بانه ممكن يكون شبك في فستان العروسه وهو بياخد مقاسها، لكن ديمتري بيكون شاكك في كلامه لان مش منطقي ان الانسيال يفضل واقع على السلم من يومها. وبيطلب من بيامي يطلع يشوف فستان اسفت، وبتسمع ده اسفت وبتكون خايفه. وبيعمل بيامي حجه ان هما متاخرين على ميعادهم، وبيفضل يشد فيه لكنه بيطلع لفوق. وبتكون أسفت قلعت الفستان واستخبت هي ومصطفى. ولما بيدخل ديمتري بيلاقي الفستان على الأرض، بيشيله وبيقول لبيامي مش معنى إن العروسة مش موجودة إننا ما نهتمش بفستانها، وإن هو عارف إنها كده كده راجعة. بتفضل أسفت تسكت مصطفى علشان خايفة يعمل أي صوت ويكشفها. بيكون ديمتري عمال يتكلم عنها لحد ما موبايله بيرن، فبينزل هو وبيامي علشان ما يتأخروش. بتطلع سوزي تستنى أسفت وبتطلب تتكلم معاها، ولما بيتكلموا بتعرفها إنها عارفة إن مفيش دار بعتتها، لكنها مش فاهمة هي عرفت عن الشغل ده إزاي. بتيجي جدة بيامي تقاطعهم وبتسألها إيه اللي بيحصل. بتكدب عليها وبتقول لها إن هما كانوا بيتكلموا بخصوص الشغل، وبتمشي وبتنزل أسفت مع مصطفى الجنينة. وهناك بتكتشف إن الأنسيال بتاعها مش في إيديها. بتطلع جارية تدور عليه بس ما بتلاقيهوش. بنشوف بيامي وديمتري في المزرعة بيتكلموا عن أسفت. بيكون بيامي متوتر. بيشوفوا ديفيد اللي رايحين يقابلوه،
ومن الواضح كده إن هما بيكونوا مش طايقينه، لكنهم بيسلموا عليه عادي وبيقعدوا معاه يتناقشوا في تصميم جديد في الشغل. لكن بيامي بيكون بيفكر في اللي بيحصل ومش مركز معاهم. بنشوف مصطفى وهو معاه رباط أحمر بيديه الأسفت علشان ما تزعلش، واللي بتكون قاعدة حزينة وبتعيط لأن ده يعتبر الذكرى الوحيدة ليها من أمها الحقيقية. بنشوف بيامي طالع المشغل بتاعه بيتهيأله إن هو شاف إنسيال أسفت، فبيقف شوية لحد ما بيفوق وبيطلع مكتبه وهو نفسه ضيق. ولما بتطلع وراه سوزي تطمن عليه بتفضل تسأله كتير عن فيروز لحد ما بيزعق فيها علشان عايز يشتغل. وبيدخل يجيب قماش وبيمسك المقص لكنه ما بيعرفش يقص بيه بسبب رعشة ايده وانها ما فيهاش اعصاب. فبيروح يشغل اغاني وبرضه ما بيعرفش يشتغل. بيتخنق وبيقعد على الارض ياخد نفسه وبيتخيل جده لما كان بيقوله ان طريقة التمييز بين الصح والغلط هو القلب، وانه يعمل اللي حاسس بيه قلبه لانه هو ده الصح. بيطلع ديمتري بيته وبيعرف إن أبوه قرر يعين فاروق مدير المشتريات في الشركة، لكنه ما بيعجبوش الكلام. بتكون أسفت واقفة في الجنينة، ولما بيوصل بيامي بتندهله وبتشكره إن هو ما قالش حاجة لديمتري، وبتعرفه إنها عملت كده علشان ملهاش حتة تروحها ولا أهل يحموها منه. فبيعتذر لها إن هو مش هينفع تفضل في بيته أكتر من كده وإن هو مش عايز يخون صاحبه. وبيمشي فبتروح وراه وبتكون جدته شايفة اللي بيحصل ومفكرة إن في حاجة بينهم، خصوصا لما بيقول بيامي الأسفت إن هو هيساعدها وهيسفرها لندن، لكنها بتكون خايفة علشان ما تعرفش حد هناك. وهو بيطمنها وبيقول لها إن هو هيبعتها لحد هو واثق فيه وإنها مش هتحتاج أي حاجة. وبيمشي وبيسيبها، فبتوقفه وبتسأله لو ممكن يكملوا شغل في الفستان، فبيوافق. بتدخل الجدة أوضة مصطفى وبتشوفه حاطط صورة ليه والفيروز، فبتبص في الصورة بتلاقي الأنسيال في إيديها، فبتعرف إنها أسفت وبتتصدم. بتكون أسفت لابسة الفستان وبيامي شغال عليه. بيفضلوا يتكلموا لحد ما بيقول لها إن كفاية لحد كده النهاردة وهيكملوا بعدين. فبتقوله إنها مش متأكدة إن في بعدين، وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيقربوا من بعض وبيبان إن في مشاعر متبادلة بينهم. بنشوف بيامي وهو في عربيته وبيكون لابس نضارة وطاقية وواضح كده إن هو متنكر لسبب هنعرفه قدام. بتكون أسفت مستخبية في عربيته برضه. وبنرجع فلاش باك 24 ساعة علشان نفهم إيه اللي بيحصل. بنشوف السواق بتاع بيامي طالع جري وبيقابل جدته في وشه اللي بتكون لسه نازلة من فوق وشافت اللي حصل بينهم. وبيطلع السواق يجيب له سيرة واحد اسمه عثمان، ولما بيشوف أسفت بيسكت. بنشوف بعد كده بيامي وهو واقف جنب واحد اسمه عثمان اللي بيكون حفيده في المستشفى ومحتاج عملية غالية جدا. بيطمن بيامي على الولد وبيقدم جد الولد بيامي ليه، اللي بنعرف إن هو فاهم إن اسمه ضياء وإنه بيعزف في فريقه على الناي. بيقول عثمان لضياء إن حفيده بيحب الناي جدا، فبيقول له شد حيلك يا بطل وأنا هعلمك عزف الناي، وبيهزر معاه. وبعدها بنشوف بيامي وهو بيفطر مع جدته وبيعرفها إن هو هياخد أبوه يركبه مركب علشان هو طلب من فيروز ده، لكنها بتكون متضايقة منه وبتستغرب أصلا تصرفات بيامي وبتقوم سألاه على ديمتري وهل هو لقى حبيبته ولا لأ. بيكون بيامي مش فاهم هي بتسأل ليه وهي ما بتحبوش أصلا، بس ما بيركزش معاها. بعدها بنشوف بيامي واقف مع السواق وبنعرف إن هو دفع حق عملية حفيد عثمان على أساس إنها مؤسسة خيرية، وبنعرف إن وراه عزف معاه بالليل كمان. بتيجي أسفت ومصطفى علشان يركبوا ويروحوا المركب، وبنشوف أبو ديمتري بيوري الفاروق مكتبه وبيشوف ده ديمتري فبيتعصب وبيستنى أبوه بيتخانق معاه. أما جدة بيامي بتروح لأهل ديمتري علشان تتأكد من اللي عرفته، وبنشوف مصطفى وهو ماشي مبسوط علشان هيركب مركب، لكن لما بيوصل بيخاف لا يقع في المية، فبيعدي بيامي وبيمدله إيده فبيفرح وبيعدي. بعدها بيمد إيده لأسفت وبيعديها هي كمان، وبيكون مصطفى مبسوط جدا والأول مرة بيكون بيامي صابر عليه. وبنرجع لجدة بيامي وبتطلب من أم أسفت صورة ليها علشان عندها فضول تشوفها، ولما بتشوفها بتتأكد من اللي في دماغها. بيطلع بيامي على شغله وبتوقفه سوزي تسأله هو كان فين، وبتقوله إنه هو متغير لكنه بيصدها لأنه مش مجبر يبرر لها حاجة. فبتتحرج وبتمشي وبيطلع يلاقي ديمتري وبيقعدوا يتكلموا شوية مع بعض. وبنشوف أسفت بتطمن على مصطفى وبتبص لصورهم وبتعتذر له إنها هتسيبه لأن كل يوم بتقعد فيه هنا بتتعلق ببيامي أكتر. بيكون بيامي سامعها، ولما بتيجي تقوم بيدخل وبيعمل نفسه ما سمعش حاجة وبيحط المركب اللي جايبها لمصطفى هدية على سريره. بيمشي لكن بتوقفه أسفت وبتسأله هيكملوا شغل في الفستان إمتى، فبيقول لها مش النهاردة وبيمشي.
بنشوف أبو ديمتري وأمه وهما بيتخانقوا وبيكون متعصب من اللي ابنه عمله، وبيكون ديمتري حاطط جهاز في الأوضة بيسمعهم، وبيعرف إن هما بيدوروا على إسفت علشان هي ليها نص أملاكهم، وإن أبوه إدى المنصب ده لفاروق علشان عارف إن هو عارف طريق بنته وعايز يطمعه ويهدده بفقدان منصبه لو ملقاش طريق إسفت، عشان كده عايزين يجوزوها من ديمتري. فبيتصدم لكنه بيفرح علشان أبوه واقع تحت إيده، وبيقول لنفسه إن هو كده محتاج يلاقيها أكتر من الأول. وبنشوفه وهو بيشرب سيجار وبيحاول يربط الأحداث أكتر ببعض لحد ما بيشك في بيامي. بتسمع إسفة بيامي وهو بيتكلم مع السواق بتاعه ونازلين من على السلم، لكنه بينسى الناي فبيطلع يجيبه. بتنزل إسفة جري في العربية وبتستخبى فيها. بيركب بيامي العربية وبيتنكر وبيمشوا، وبنعرف إن هو رايح لعثمان علشان هيعزفوا سوا النهاردة. بتنزل إسفة ورا بيامي وبتراقبه وبتدخل المكان وراه لحد ما بيختفي من قصادها، وبيدخل لأصحابه اللي بيلاقيهم مبسوطين، وبيعرف إن في مؤسسة خيرية اتكفلت بعملية حفيد عثمان، وبيكون طبعا هو اللي عامل كده، وبيقوم يبارك له. وبنشوف أسفت وهي عمالة تدور على بيامي، وبيشوفها عثمان وبيسألها إذا كان يقدر يساعدها، فبتعرفه إنها بتدور على شخص اسمه بيامي لكنه ما بيكونش عارف حد بالاسم ده. وبيبص لضياء اللي هو أساسا بيامي لكنه ما يعرفش، وبيسأله لو كان يعرف حد اسمه بيامي. وبتفضل اسفت تبصله وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل، لكنه بيقول ان هو ما يعرفش حد بالاسم ده، وان اكيد اللي بتدور عليه قاعد بره. بياخدها علشان يعرفها طريق الصالة، واول ما بيمشوا بيسألها عن سبب وجودها هنا وبيتعصب عليها، لكنه بيتحكم في غضبه وبيطلب منها تستناه بره فبتمشي. بنشوف ديمتري وصل على بيت بيامي وعمال يخبط على الباب لحد ما حد يفتح له. بيدخل، ولما بيشوف الجدة بيسألها عن بيامي فبتقوله ان هو مش موجود، لكنه ما بيصدقهاش وبيفضل ينده عليه بصوت عالي، والخدم بيأكدوا له إن هو مش هنا فعلا. بيقول لهم إن هو مش مهم وإنه جاي علشان خطيبته أسفت. بيسألهم عن مكانها لكن الجدة بتنكر وجودها، لكنه بيبقى متأكد إنها عندهم. ما بيصدقهاش وبيفضل ينده ويدور عليها. وبيكون بيامي بيعزف على الناي في العرض بالليل، وبيكون في واحدة ست قاعدة بتبصله وبتسمع عزفه وهي متأثرة وبتعيط، وكذلك اسفت بتكون متأثرة جدا. وبيخلص العرض وكلهم بيسقفوا له، وبنشوف ديمتري بيقول للجدة تبلغ حفيدها إن هو هيستناه الصبح في المزرعة وإنه يجي ويجيب معاه خطيبته، وبيمشي وبيسيبها. بنشوف بيامي بعد ما العرض خلص واقف مع اسفت بيتكلموا بخصوص الصورة اللي فيها أمه، وبيعرفها إن عثمان عارف طريق أمه لكنه بعت له ناس ورفض يعرفه حاجة، عشان كده لجأ إن هو ينضم لفريقه علشان يكسب ثقته. وبتتأثر اسفت وبتكون حاسة بيه لأن نفسها تشوف أمها الحقيقية. بنشوف عثمان واللي بيكون قاعد مع الست اللي اتأثرت بعزف بيامي، وبنعرف من كلامهم إنها أمه وإن هم عارفين إن ده بيامي، لكنها ما بتكونش قادرة تواجهه لأنها مشيت من زمان وما سابتلوش غير الوجع. على الرغم من إن رأي عثمان بيكون مختلف إلا إنها بترفض تعرف بيامي حاجة. وبنشوف بيامي وأسفت راجعين البيت وبيلاقوا أسدين واقفة على الباب مستنياهم، وبتقول لهم إن الجدة عايزاهم. فبيدخلوا وبيعرفوا منها إن ديمتري جه وسبب فوضى في البيت علشان يرجع خطيبته معاه. بينكر بيامي وجودها وبيعمل نفسه مستغرب، لكن الجدة بتكون عارفة كل حاجة وبتبص لأسفت وبتسألها يا ترى هي هنا ليه وسايبة بيت أهلها وخطيبها. بتصطدم أسفت جدا، ولما بتيجي الجدة تلوم حفيدها بتتدخل أسفت وبتقول لها إن الغلط كان غلطها من الأول وإنه أصلا ما كانش يعرف غير دلوقتي. بتتأسف لهم وبتقرر تمشي، لكن بيامي بيعترض وبيرفض إنها تسيب بيته وبيقول لها ما تخافش، وبيمشي وبيسيبهم. فبتروح الجدة محذراها إنها مش عايزة تزود المشكلة أكتر، وإنها شافت اللي حصل بينهم وفاهمة ليه حفيدها قرر يحمل نفسه غلط مش غلطه، وعلشان كده مش هتقوله إنها اتجوزت من أبوه لكنها لازم تمشي. أو بيكون بيامي عمال يفتكر اللي بينه وبين أسفت واللي بينه وبين ديمتري صاحب عمره، وبتدخل عليه جدته وبتسيب له حاجة جنبه وبتبلغه إن ديمتري هيستناه الصبح في المزرعة، وبتقوله إن الحاجة دي كانت ملك جده. فبياخدها وبيلاقيها سلاح لكنه بيرفض ياخده علشان شايف إن ديمتري أخوه مش بس صاحبه، لكن الجدة بتحذره منه لأنه دلوقتي بيكون شايف إن كل الوجع والأذى اللي هو حاسس بيه بيامي هو السبب فيه، وإنه أكيد مش هيسيبه في حاله. بيكون ديمتري راكب الخيل بتاعه وعمال يجري بيها في المزرعة، وبنشوف بيامي وهو في العربية مع اسفت وبيحاول يطمنها إن كل ده هينتهي وهو هيتكلم مع ديمتري ويحل كل حاجة وهيصفرها بنفسه علشان تبدأ حياتها من جديد. لما بيوصلوا بيطلب منها تفضل في العربية لكنها بترفض لأنها بتكون عارفة ديمتري كويس وإنه مش هيسامح بيامي وإنها خايفة عليه، لكن بيامي بيقول لها ما تخافش وإن ده صاحب عمره.
فأكيد هيوصل لحل معاه. بتنزل أسفت من العربية علشان تروح لديمتري وتنهي كل ده علشان بيامي ما يتأذيش، لكنه بينزل يوقفها ويمنعها لأنه مش هيقدر يشوفها مع ديمتري لأنه للأسف حبها، وبيطلب منها ما تجيش وراه، وبيمشي وبيروح لديمتري اللي أول ما بيشوفه بيحضنه وبيقولوا إن هو دايما كان بيعمل كل حاجة غلط وهما بيسامحوه علشان عارفين إن ده طبعه، فمفيش مشكلة حتى لو أقرب حد ليه غلط. فجه الدور إن هو يجرب يسامح، وهو بيسأله إذا كان جاب أسفت معاه، فبيرد عليه بيامي وبيطلب منه يسيب أسفت في حالها لأن البنت خايفة منه. بيضحك ديمتري وبيقوله إن أول مرة أشوف واحد بيطلب من واحد يسيب خطيبته بالسهولة دي. فجأة بيتعصب وبيقوم ضارب بيامي، وهو بيسأله إذا كان حصل حاجة بينهم، وبيفضل ديمتري يكرر في سؤاله لحد ما بيصرخ بيامي وبيقوله إن مفيش حاجة بينهم حصلت، وإن أسفت هتسافر ومحدش فيهم هيشوفها. ديمتري بيفكروا بالمهرة اللي اختفت بعد ولادتها لما أبوه قرر يديها لبيامي، وبيعرفوا إن هو اللي أخدها علشان مستحيل حد ياخد منه حاجة. بيطلع السلاح وبيهدد بيامي وبيسأله فين أسفت، لكن بيامي بيفضل ساكت وما بيردش، فبيقوم ضارب طلقة في الهوا، وبيرجع يهدده تاني وبيقوله هيسأله لآخر مرة، لكن برضه بيامي بيسكت لحد ما بنلاقي أسفت داخل عليهم وفي إيديها سلاح وموجهاه على ديمتري. بتطلب منه أسفت ينزل سلاحه لإما هتقتله، لأن ده أهون لها من إنها تتجوزه وتعيش معاه في بيت واحد. بيقف بيامي في النص وبيحاول يهدي فيهم، وبيفضل يطلب منهم ينزلوا السلاح وإنهم يتكلموا بهدوء، لكن ديمتري بيفضل يستفزها لحد ما بتضرب أسفت طلقة على ديمتري، لكن بتيجي في بيامي وبياخدها بدل ديمتري. بيقع على الأرض وبيتصدموا من اللي حصل وبيرموا السلاح وبيجروا على بيامي، وبيفضل ديمتري يصرخ ويطلب المساعدة، وبتفضل أسفت تعيط أو مش مستوعبة إيه اللي حصل. وهنا بيخلص الموسم الأول من مسلسلنا. يا ترى بيامي فعلا مات وانتهى المسلسل على كده، ولا هيعملوا جزء تاني وبيامي هيعيش؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وكمان تتوقعوا هيعملوا جزء تاني من المسلسل ولا لأ. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، ولا ما شافش الجزء اللي فات هيلاقيه في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe